السلام عليكم الغزاله تاعي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير كيف ما دائما متعوداكم، بصحه جيده بصحه مزيانه نتوما والحباب ديالكم والديكم وليداتكم كيف ما دائما. قبل ما نبدا هذا الفيديو علاش حليته، غادي اول حاجه غادي نقدم واحد تحيه حب واحترام وتقدير لاي واحد ساند هاد البنت اللي عارفه كيفاش دخلت في اليوتيوب، دخلت ماشي بهدف طمع ولا حتى شي حاجه، نو. نهار اللي دخلت معكم دخلت كنبارطاجي معكم حياتي بسيطه وكيف ما انا بالطريقه العفويه ديالي بدون تصنع. انا واحد الانسانه اللي تبارك الله الحمد لله الناس عارفينها، اللي قلبها زوين وقلبها وبيض، والناس اللي واعيه كتخدم العقل ماشي كتخدم شي حاجه اخرى. كتشوفني بالمنظور ديال انني واحد الانسانه عفويه، ملي كنحل الكاميرا راه كنتصرف معكم عفويه بدون تصنع، بدون ما نكون كاتبه موجزه لكم. وهذا داكشي علاش كتلقاوني كنبقى ندخل ونخرج في الهضره، وكنبقى بعض المرات هضرتي ما كنبقى هاني في هذا الموضوع هاني في هذا الموضوع هادي. راه انا ما مولفاش هاد المعاطيات، اللي انا اصلا ماشي خارجه باش كنتعاطى. كاول حاجه ما مولفاش هاد النوع الفيديوهات، ما مولفاش ما عرفتش. انا لقيت راسي في هاد الفيديوهات علاش؟ باش كندافع على شرفي لا غير، وكنعاود شي حاجه كضرني، لانني الحمد لله نهار حليت لاشين ديالي الا وانني كنبارطاجي معكم الصغيره والكبيره، حاجه زوينه حاجه خايبه كعائله. انا عندي عائلتي الحمد لله كبيره، وفي بيكم نتوما كنشوف العائله تاعتي زادت كبرات كثر. راه اون فوا كتخرج وكتلقى واحد المره كدعي معاك قد ماما، كتلقى بنيته تقدك يقولوا حنا كنتانسبيرو من الطيبه تاع قلبك، من التربيه ديالك، كيفاش صبرتي، كيفاش كافحتي، عطيتينا واحد الايماج الزواج كيفاش الصبر وهذه. ولكن انا راه حليت لاشي 8 سنين هذه عشت فيها معاناه كبيره ياكم، وعمري ما بارطاجيتها. ديما كنت كنعطي واحد الايماج زوينه لا على العائله ولا على الزوجه ولا على اي واحد. يعني هذا انما يدل على انني ما كنقلب على حتى شي حاجه اخرى. المهم بعدا شكرا لكم والله غير يخطيكم عليا، وتمنى تقبلوني. راه انا واحد الانسان اللي كنطلع دابا في الفيديوهات كتلقاوني مرتبكه بزاف، واحد الضغط نفسي اللي انا كنعيشو صعيب بزاف الناس يفهموه، حيت بعض الناس صعيب انكم تفهموه، لحقاش ما كيحس بالمزود غير اللي جاري فيه. يعني انا اللي عايشه هاد لا سيتوياسيون ديالي، انا اللي كنحس بها. راه افكاري مشتته، احاسيس ديالي مشتته، يعني حتى الهضره ديالتي مشتته. راه غنبان لكم بعض المرات غير كنبقى نخربق بحال شي واحد مخربق بحال هكا، كندخل ونخرج في هذا الموضوع هذا. نتوما الحمد لله عندي بيبليك ديالي كيتلامس ليا عذر، عارفني ملاش كندوز. راه ماشي ساهل هادشي. راه انا راه ماشي قويه، راه القوي والله سبحانه وتعالى، حتى واحد فينا ما قوي، انما كنحاولوا نتقواو. وانا من هذا بكم كنحاول نتقوى حتى بكم. ملي كتنصحوني وكتوجهوني لا فاطمه زهره هادي غلط، لا فاطمه زهره هكذا ديري هكا، كنقووني. ما كنلقى واحد الجيش وسط، ماشي جيش ضد شي حاجه خايبه، نو، واحد الجيش اللي كيبغي غير الخير، كيساند كلمه الحق وكيمشي مع كلمه الحق لا غير. انا راه دائما كنقولها، سواء اي قناه كيف ما بغات تكون معي او ضدي، جوها مع الحق، ما تجيوش معايا. انا ما بغيت حتى حد يجي معايا، يكفيني انايا عارفه نفسي. الله سبحانه وتعالى عارفني النيه ديالي شنو فيها، والناس اللي كتبغيني والناس اللي عندها الوعي في دماغها، كتفكر بالعقل وكتحلل بالعقل ديالها، ماشي كتحلل بالعاطفه ولا كتحلل بمصالح او كتحلل بالطريقه ديالتها اللي هي كتشوفها مسلكاها ومخرجاها. لا، عافاكم ما تجيوش عليا، جيو مع الحق. راه انا اي قناه دوات معايا ولا دويت معاها ولا هادي كنقول لهم انا ما بغيت حتى حاجه، جوها مع الحق. شفتوني انا غلطه عطيوني الراس، واخا انا عارفه راسي هاد الشيء في نوع الفيديوهات راه متفقه معاكم 100% انه ماشي محتوى زوين نعطيوه في السوشيال ميديا. ولكن الله يكون في العوان، نقولوا الله يكون في العوان. راه ما كتجيش تنفجري بهذه الطريقه الا وانك ربي اللي عامل الضغط النفسي اللي فيك لداخل اللي يعيشك. وشنو اللي خلى فاطمه الزهراء تخرج؟ راه نعاود نقولها في اي فيديو ونسطر عليها، راه ما كاينش اللي انا ضرني قد طعن الشرف ديالي. نتحداك انت مراه وبنت، او عندك بنت او عندك اخت، وانت كراجل عندك القناه وكتدافع، تحداك اخت ولا ام ديالك وسمعتي تشوش على قد هكا في الشرف ديالها، واش غتصبر ولا غتصبري ولا تسكتي؟ غتقولي لي حلي المشكل ديالك في الخاص. الا سمعتي في الخاص ما عندناش حنايا، ما شفناش، من حقكم. ولكن
داك الخاص فيه ملايين الناس، شحال قدني نشرح لهادي وهادي وهادي وهادي، واش انا نكون خارجه الزنقه وتشير فيا بالاصابع وانا نقول علاش؟ ولا بعض المرات انا تنقولها عندي راجل في حياتي اللي هو ولدي، بغيت الام ديالو تكون قدوه ليه، تكون ام كيعتز بها، والحمد لله انا ام قدوه ليه لحد الان. ما كنسب، ما كنقذف، ما كنشهر، ما درت حتى شي حاجه، شي محتوى موسخ او شي فيديو موسخ عكس داكشي اللي نتوما كتشوفوا في السوشيال ميديا، عكس اللي داز في السوشيال ميديا. ما هاجمت حتى شي واحد. انا دخلت كنشارك، كنبرئ سمعتي وشرفي. راه نتوما حطوا راسكم في بلاصتي، ولكن الناس الحقانيه راه بيان سور سندت الحق وسندت ان الشرف شي حاجه كبيره، راه قذف محصنات، لانني باقا في ذمه واحد الراجل وقذف الشرف ديالي من واحد الاشخاص، ومشكله بالدليل ماشي بدون دليل، ما كندويش من فراغ. الوغ بغيت نوضح واحد النقطه كاول حاجه اللي جيت نناقشها في هذا الفيديو بالنسبه للناس او البيبليك. البعض ماشي كلشي، غير واحد الفئه معينه كتقول فاطمه زهراء داخله هاد الفيديوهات وهاد الموضوع باش تربح الادسنس، باغا الشهره، باغا تبني، باغا دير، باغا توصل، باغا طير. شوفوا البنات ولا شوفوا الناس البيبليك اللي شاف هاد المنظور. انا اول حاجه عارفه راسي ما نقدرش نحلف اكثر، ما غنحلفش، انا ما بياش هادشي كامل. انا خرجت باش نوضح ونعاود دائما نسطع ونقولها، كنوضح شنو كاين. جيت خرجت هنا كنشكي لكم، بغيت نوصل للحلول منكم، نوصل للدعوات منكم، بحكم تجاربكم شنو ندير شنو هذه. حتى انا واحد الانسانه اللي كنتعلم منكم، حيت انا كنسمع هضرتكم وكندير بها وكندير بنصائحكم بانتقاداتكم سواء بناءه او غير بناءه كندير بها، حيت انا واحد الانسان عقلي صغير كنستافد من الناس كيف ما انا الناس تستافدوا مني. حنا لبعضياتنا، واحد كيوجهك لواحد، الا انا غلطت نتوما غادي توجهوني. الوغ انايا ما بياش هادشي. لو كان بيا هاد الشهره ولا بيا شي حد يخرج ويجاوبني ولا يرد عليا ولا هادي، راه كون اش استعملتو في ايامات فاش كان اليوتيوب فاش كان البوز، فاش كانت الشوها، فاش كان الربح، فاش كانوا ما عرفت شنو. راه ديك الساعه كون حليت غير لايف واحد معاكم في واحد الموقف من المواقف اللي عشتو في هاد السنين، كان غيزعزع الراي العام والراي الاوروبي والدوله ما نعرف كاع شنو. فهمتوني؟ راه كون حليتو كون استغليتو ديك الساعه في البيريود اللي كانت شي حاجه نيت راه كون ما عرفت شنو درت، كون كان هذا وهمي ولا غرضي. لا راكم غالطين بزاف. الناس اللي كيشوفوا من هذا المنظور راكم غالطين بزاف. كتقول لي علاش كتلوحي دابا فيديو كنخدم في قناه، انا راه واحد الانسانه عندي شين يوتيوب كنبارطاجي فيها يومياتي، كنبارطاجي فيها اي حاجه. الوغ مادام انا في واحد الضغط واحد المشاكل كنبارطاجي مع لي فان ديالي، مع المتابعين ديالي اللي كيبغيو افاتيشاني، كنبارطاجي معاهم لا سيتوياسيون اللي كدوز منها ديك البنت اللي كتكون تتبعها. ماشي دائما كنعيشوا لافي بارفي، ماشي دائما حنايا عندنا لافي اون غوز كما كنشوفوا حنا. بعد المرات كنعطيكم حوايج زوينين، بعد المرات الناس ما محتاجينش هاد المشاكل اللي فيهم، كان فيهم الله يكون في العوان. ولكن بعد المرات حنايا الله يكون في العوان كنحتاجوا نشكي ونعاودوا مادام نتوما كتحسبونا منكم وحنا كنحسبوكم عائلتنا، داكشي علاش كنبارطاجي معاكم. الو هادي كبوان دوزناها. انا ما بياش هادشي، راه لو كون بغيت هادشي كون دوزتو قلت لكم راه لايف واحد كون حليتو في شحال هذا في واحد الموقف اللي كارثي، راه ما عرفت فين وصلت فيه. وراه ماشي غير طفيت، ولا ما عرفت كون طيحت الضوف على بزاف الناس في اليوتيوب، وبزاف الناس اللي كانوا كيمثلوا صور الملائكه، اللي كانوا كيمثلوا صور الضحيه، اللي كانوا كيعانيو من نفس المعاناه تاعي اللي عانيتهم انا، ولكن هما راه ما كاينش داكشي بان ليا غير كله كذوب في التمثيل. العكس انني اللي كيبان انا اللي عشت هذه المعاناه. المهم انايا راه كنعاود نقول لكم كنهضر على حياتي الخاصه، ما كندوي على حد، ما كنجبد حد، ما كنسمي حد، ما كنشهر بحد، ما كنهاجم حد، ما كنسب، ما كنقذف، ما كنشوه حتى حد. انا كندوي على حياتي، كنوضح ما يروج في الكواليس كارثي. من حقكم تقولوا شي ناس ولا واحد الناس اللي ما خرجوش ردوا كيمثلوا دابا حاليا، من حقهم ما غاديش يخرجوا يردوا. علاش في نظركم؟ لان الصوره اللي كانت في السوشيال ميديا خايبه، ما يمكنش يعاودوا يزيدوا يخسروها. فهمتوا؟ يلاه ما كيزينوا، خاص دابا جاتهم فرصه انهم فين يبانوا دور المظلومين ودور البراءه. من حقهم عادي
دبر راسهم، كل واحد عنده عقلو كيفاش كيفكر وكيفاش كيحلل، كيشوف واش انت ظالمه ولا مظلومه، واش ظالمين ولا مظلومين. ولا واحد عنده الوعي ديالو، عنده شوفوا راه الناس البوبليك اللي كيتبعنا ماشي غبي وماشي مكلخ، ماشي بوبليك تبارك الله اللي تيتبعنا عنده واحد الوعي في دماغه راه كبير، وعنده واحد التمييز في دماغه كبير، كيميز، كيشوفك انت واش ضال ولا مظلومه، كيميزك، كيحس بك، كيعرفك شنو غرضك وشنو النوايا ديالك. لهذا ما غاديش حنايا ما غاديش نخرجوا نستحمروا البوبليك، لا، لان البوبليك تبارك الله انتيليجون، يعني كيفهم، كيميز. ما غاديش نخرج انا نضحك عليهم بجوج كلمات ولا بجوج دمعات وغيمشيو، لا، هما حاسين ومميزين. يعني دوك الناس ولا واحد الناس غيبقاو دائما مخبيين وراء الكواليس. لو كان دوك الكواليس تدخلوا ليها وتشوفوها كما يطبخ في الكواليس من تهديد ومن الرعب ومن تشويه في السمعه ومن ضرب في الشرف، راه يا ريت لو كان يخرجوا، ولا لو كان تشوفوا راه غادي تصدموا. ولكن شوفوا، كل واحد بلاكتو على ظهر، هذه اول حاجه كنقولوا حنا كمصطلح مغربي. ورحم الله ما عافى قدر نفسي، الحمد لله. انا هدفي خرجت برا نفسي لا غير، وانا مرتاحه. اللهم لك الحمد. واحد النهار ولدي كبر ولا عرفنا شنو مخبينا المستقبل في الحياه ديالنا، ما تبقاش عندي واحد البصمه تاع راه طلقت حيت حصل عليا السيد راني خنتو، راه حشومه. هاد الشيء راه مشكله، راه ماشي بدون دليل، راه باعترافات اصدقاء الاخرين. شنو اكثر من هكذا؟ المهم دوينا كهاد النقطه هادي. انا بعد مرات كتشوفوني في الفيديو كنعاود لكم مشاكلي وكنضحك، على بالكم كيجيكم داك الضحك غير ماشي نورمال، كتقول لكم كيفاش انت في داك الموقف وكتضحك. قال تيقول لك واحد المثل مغربي ما كذبوش ناس ولا اكثرت الهم كتضحك. راه من كتضحكي راه ماشي كتضحكي حيت ضحكه ولا حيت بك شي حاجه ولا انت ماشي شي حاجه ولا انت ماشي نورمال ولا هادي، راه كتضحكي حيت ربي اللي عالم بك في اللوكا اللي انت محطوطه فيها، في لا سيتوياسيون اللي انت واصله ليها. شنو ديت نوض ديري كتضحكي كتقولي فين حطيت راسي، كنت راس وليت رجلين، رضيت بالهم والهم رضا بيك، درت صبرنا وكافحنا 8 سنين، سترنا عيوب وزينا شحال من حاجه، وفي الاخر بنادم تجي تلقاي 3 سنين حاط عليك تهمه ثقيله اللي كيتهز لها عرش الرحمن، وتقولي ماشي مشكل، وتلقاي ديك التهمه كتجدد في هذا المشكل الطلاق. راه اقسم يمينا بالله العلي العظيم، واخا ما خصنيش نبقى نحلف لكم، لست بمجبره، لانني بيني وبين الله تيقوا او ما تيقوش نتوما لكم واسع النظر. اقسم بالله العلي العظيم لو ما كانش هاد النقطه تاع شرفي ما كنت غادي نهضر، ولا عمركم تشوفوا ني كنشارك معكم شي مشكل من المشاكل ديالي. كنت غنشد طلاقي ونقول لكم هاني طلقت الله يعاون العاونات، ولكن لا، ما يمكنش ليا ندوز في الخاص. واختي نسولك واش قالوا لك على شرفي ولا راكي لا، حيت واحد الناس عندهم بوبليك كبير، يعلم الله شنو قال داك البيبليك كبير. مادام داك البيبليك كبير ما غاديش ندور على واحد ندق عليه في الدار ونبرر ليه، واخا انا ما خصنيش نبرر، عارفه نفسي، ولكن لا، انا راه خارجه للبيبليك خاصني نبرر للبيبليك. وكنت عايشه حياتي وقال شي واحد شي هضره ما يهمنيش، حيت عارفه نفسي ما يحتاجنيش حتى واحد ما يستاهل نبرر ليه. ولكن مادام انا في البيبليك، واحد نهار ولدي غيعرف مو كانت في السوشيال ميديا غيسمع لها شي هضره غيسمع البراءه ديال تمو. والحمد لله كنزيد ناكد لكم عندي اوديو الزوج ديالي كيبرأني وكيبرأ شرفي وسمعتي انني عمر ما حصل لي شي حاجه. يكفي اللي بغيت نقول لكم، الله يسهل عليكم، خليكم راقيين، خليكم مع الحق. لازم انا اكثر حاجه كتريحني راه ملي كنحط راسي على مخده في الليل كنقول اللهم نبات مظلومه ولا نبات ظالمه. وانا غنقول لكم الا ظلمت ولا تعديت ولا طيحت الباطل ولا كذبت ولا نيتي خايبه على شي حد، الله يخلصني وبين فيا العلامه غدا اليوم قبل غدا. اكثر من هكا ما كاينش. طلعت في القران حلفت لكم، القران ما كاينش حاجه اكثر من الله سبحانه وتعالى، ما كاينش خوف اكثر من خوف الله، راه ما كنخافوا حتى شي حاجه من غير الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه لواحد النقطه الثانيه غندوز ليها، اللي هي كتمارس عليا التهديد، واحد التهديد واحد الضغط في الكواليس.
راكم عارفين ها العون القضائي هذا، هادشي ماشي مشكل، مرحبا الا كنتنا غالطين مرحبا. تاني حاجه كتلقى واحد الكومونتير كيدور كيتكتب في القنوات، كيتكتب شو بفو كونط وبهادي، راه الحبس غادي دوزي ليه، غادي تدخلي ليه، غوجدي حوايجك، جمعي حوايجك. اويلي واش عندكم اسواره الحبس؟ هذا راك انا باش نوضح لكم هاد مول الكومونتير غنتابعك قانونيا، حيت كتهددني، هذا كيتسمى تهديد. وانا اللي جا عندي البريفي في الانستغرام وتصيفط ليا وتهدد السلامه ديالي وتهددني تدخل لي الرعب النفسي، زعما الا كنتي خارجه وحدي راسك ولا ديري فعلي، اقسم بالله انا دابا ما خارجه الا وخارجه باش نتخذ اجراءات قانونيه مع هذا الكومونتير ومع هذا الفوكونت. لهذا قلت لكم في الفيديو السابق انا راه ماشي خايبه، انا راه ماشي قبيحه، انا ماشي بنت الحرام، راه الناس اللي عارفيني الحمد لله عارفيني كيفاش دايره، ما غنأذي حتى حد، ما غنظلم حتى حد، ولكن اي واحد كومونتير يهضر في الشرف ديالي هزيتو، اي واحد دوا في الشرف ديالي وتهمني هزيتو، سواء فيديو او كومونتير. اي تهديد راكم عارفين دابا الحمد لله، تحيه للامن ديالنا والمخزن ديالنا، تحيه للقانون ديالنا، انه كيجبد داك الفوكونت، واخا ما شنو دير الفوكونت ما عتبان شنو غيجبدك، يجبدك. وغادي نتلاقاو وديك الساعه نشوفوا هاد التهديد اللي كتهددني وكتسبب ليا واحد الرعب، زعما راه تاديني ولا. شوفوا انا كاينه في بلد الامن والامان، في بلد السلم والسلام، بلد القانون، بلد المخزن، حتى حاجه ما غادي تاديني وحتى حاجه ما غادي تضرني باذن الله وبرضات الوالدين. المهم باش ما نكثرش في هذا الموضوع، الله يسهل عليكم، خدموا عقلكم، ما تخدموش العاطفه معايا، حللوا. انا راه ما ضريت حتى شي واحد، راه اقسم بالله ما ظلمت شي حد، راه انا واحد المرات تحقرات دخلوها لدماغكم، راه لحد الان انا ما دويت في حتى شي حاجه من الماضي اللي تحقرت فيه، شنو عشت. دابا انا عارفه ان اللي خرجت، عارفه نلقى جيش مساند اللي كبير تبارك الله، اللي كيحقاني، شكرا لهم بزاف، لي اي قناه او اي واحد دوا بالحق وجا في محايد، جا في الوسط، ما جا معاك لا معاك، كنقول له شكرا بزاف، جي مع الحق، ما تجيش معايا، جي مع الحق. ما بغيت حتى شي حد، راه ما باغا لي زابوني، ما باغا ادسنس، ما باغا التوزه، باغا نوضح انا واحد انسانه يوتيوبر، عندي شين كنبارطاجي بحال اي واحد، ما كنشتم، ما كنهاجم حتى حد. الله يسهل عليكم، والله ما بغيتش اي فيديو نبقى نبكي باش تسمى انني راني كنبكي باش نخدم العاطفه، ولا راني كنبكي وكنتنخصص راني خايفه، حيت ربي اللي عالم الضغط النفسي اللي كنعيش فيه. الا شفتوني كنخربق في الهضره وها، ما كيعنيش انني واحد الانسانه ماشي نورمال، ولا انني ما عرفت كيفاش شنو كيبان لكم، لا، راه انا اللي علم، انا اللي حاسه شنو كنعيش، راني هازه الحمد لله حاليا مسؤوليه تاع واحد الولد اللي كنفكر اني واحد المستقبل عندي، خصني نوفروا ليه، خصني نكون خصني نكون انا كنحبس الفيديو، راه ما كنبغيش نبكي، حيت راه شوفوا ما كتحس بك غير اللي مرا بحالك، اللي هز الحمل، اللي كتشوف واحد الولد ما اختاريتش ليه هاد الحياه انه يتم، ما اختاريتش ليه يعيش هكا، الحمد لله مكتب الله كيتصرف، اللهم لك الحمد. انايا من هنا كنقول انا ولدي عمر ما نقطع عليه علاقه تاعته مع باه، بغى باه وقت ما بغى يجي يشوفو وقت ما بغى ولدو، ما عمرنا نحرمو منه، انا ماشي بنت الحرام. لهذا التمسوا لي عذر الا شفتوني كنخربق ولا ماشي هي هذيك، التمسوا العذر، راه انت مرا بحالي بحالك، حيت كنشوف واحد مرا بحالي بحالو كتهاجمك، راه لا، نفسيا ما نفسي ما حيت ماشي انت اللي محطوطه في بلاصتي، وما نبغيكش تحطي في بلاصتي، وما نبغيكش تحطي في الموقف اللي انا فيه. انا راهي بنت، راه باقا بنت صغيره، انا يلا خاصني نعيش الحياه، انا يلا بدات الحياه خصني نعيشها. فاذا بك تلقاي راسك كتبني درجه بدرجه والناس كتحاربوك وانت كتصبري 8 سنين وانت كتكافحي، كيجي كيريبوا لك كلشي، كيفاش بغيتي تكوني؟ قولي لي كيفاش غادي تكوني؟ واش غادي تفكري؟ لا، راه كنقول لكم ما كيحس بالمزود غير اللي جاريه فيه.
انا راه ربي اللي عالم بيا، راه كنقولها لكم، راه ما راه القوي والله، راه هي كانت قوه ماشي على قبلي، على قبل ولدي، حيت كنشوف الا طحت انا غيطيح هو، خصني نوقف باش ولدي يبقى، ما خصنيش نبكي قدامه، كنجمع دموعي هكا ونمسحهم هكا باش ما يشوفنيش، باش ما يحسش بالحزن ديالي، مع انه هو راه بين الليل والضحى تفرق مع بواه، راه هي هذا بحد ذاته واحد الحاجه نفسيه صعيبه عليه. انا عانيت مع ولدي في الايام الاولى تفرق مع با، ليكن في علمكم كان كيفيق بالليل كيبكي، عندي فيديوهات مصوره نحطها لكم غادي تقلبكم يضركم، كيقلب بابا 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 بابا. عانيت في داك الاول، داك الشهر الاول عانيت مع ولدي، مع نفسيته تبدل، مابقاش بغى ياكل وضعاف، ولات شخصيته اغريسيف. خلوني الله يرحم والدينا ربي ولدي في سلم وسلام، صافي ما بغيتش انا، بغيت حتى شي حاجه، راه كنقول لكم انا هاد الزواج صافي بالنسبه لي سهله، ومستحيل نرجع معاه ولو ما عرفت شنو يكون، واخا شي ما تقلب ما عرفت شنو، انا راه ما اشوفهم، راه ما طمعتش في الرجوع، ما بقيتش باغي الرجوع، مستحيل نرجع صافي. انايا كنتسنى ورقتي نشدها ونرتاح ونمشي نستقل بحياتي انا وولدي، ونبدا حياه جديده فيها غير انا وولدي، ما بقيتش بغيت الرجوع صافي. مادام السيد اللي انا معاه ما خرج وما برأ الشرافي وخلى هاد الكلمه كنطلع ونهبط فيها وكيشوف انه اسرار كانت غير بيناتنا حنايا وخرجت في واحد القناه، انا ما كنهاجمش ديك القناه، حيت ديك القناه قالت غير اللي تعاود ليها، انا كنهاجم اللي عاود، ماشي كنعيا، هي غير قالت شنو تعاود ليها، من حقها تعاود، ولكن انا كنهاجم اللي عاود ليها وخرج لها شي اسرار، احنا عمرو ما يخرجوا السوشيال ميديا. علاش؟ الله يرحم لكم الوالدين، فهموني اش لا نقول وحسوا بيا صافي، حسوا بيا، بركه اللي فيا كافيني، ما تزيدوش تضغطوا عليا، ما تجيوش حقا باغا البوز، حقا باغا الفلوس، واش الفلوس غيرجعوا حنانه الاب بابن؟ واش الفلوس غيرجعوا مرا لا هزت واحد الكلمه تاع غتهزها تاع المطلقه، واش غيجبروا لك داك الكازا تاع الطلاق في قلبك؟ الفلوس ما غيداويش الجروح، الفلوس ما غاديش يرجعوا لي 8 سنين ضاعت في حياتي، الفلوس قد ما صورت تاع 40 مليون 100 مليون ما غاديش تداوي ليا الضرر النفسي اللي في قلبي، ما غاديش تداوي لي الضرر النفسي والشتات اللي شتت. نتوما بيكم غير الفلوس والفلوس 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 هما كلشي، راه ماشي الفلوس هما كلشي، كبرنا في الخير، سيروا سولوها عليا، راه كبره في الخير، قريت الحمد لله، والديا الحمد لله ميسر عليهم الله، ما خاصني ما راه هما اصلا هادشي ما رانيش بيه، ولكن تيقولوا لي من حقك تدافعي على شرفك صافي. الحمد لله ما محتاجه حتى شي حاجه، راه بارطما غير راهي في جديده غير مسدوده تيقول لي بابا هزي ولدك، هزي حوايجك وسيري جلسي فيها سكني فيها انت وولدك، ولكن لا، بغيت نجيبها هكا بعرف كتافي، بغيت نجيبها بعرف كتافي، وبغيت ولدي ان شاء الله يفتخر بمو، ما باغيش يطلب حتى شي واحد، يكفي الناس عاونوا بواحد المساعده بسيطه وتمنات وتشوهات في السوشيال ميديا، تشوهات والتميعات، راه حنا كنا هازين، راه حنا كنا كنصرفوا، حنا كنا دايرين ماندا، راه اللي كيعطي ما كيمنش واللي كيدير ما كيقولش، مع انني ما كنهزني حتى شي واحد، الا كانوا هازين هما شي حد كيعني ليهم، انا ما كنهزني حتى حد، هزه راسي، كنت كنخدم وكنتقاتل ووالدي كيعاونوني، مابقاش تقولوا هكا. الله يرحم بها والدينا، غنسد الفيديو حيت لحقاش ملي كنبقى ندخل كتشتت لي الافكار ديالي، كنبقى هنا انا شي حاجه حليت فيديو وفي اي حاجه غادي نوضحها في اي فيديو، ما غاديش تسكتوني تقولي لا صافي حبسي صافي سيري، انا يوتيوبر، انا واحد انسانه مؤثره في هنايا، واخا انا هادشي ما كنقولش كيأثر في الناس، انا ما بغيت حتى شي واحد يتاثر بهذا الشيء ولا يتانسبيرا من هذا الشيء، حتى هادشي اللي ماشي شي حاجه اللي يتانسبيرا منها المجتمع، لا عافاكم، انا نيت كنقولها لاي بنت كتبعني ما تانسبيريش ماشي، حتى شي كله ما يصح الا الصحيح. انا انسان، انا نجي ننصح شي بنت غنصحها ما عندها ما دير باليوتيوب، ما عندها ما دير بالانستغرام، الا كملتي قرايتك كان احسن تركزي على قرايتك وديري دبلوماتك وتمشي تخدمي بعيد، اما شي السوشيال ميديا كيبقى طابع خايب. انا مادام خرجت نهار الاول خرجت بان وجهي بان، عرفوا عليا الناس حيت انا عارفين عليا كلشي، صافي مجبره انني نتا في هادشي نبان، فهمتوني؟ المهم تهلاو في راسكم
وشكرا بزاف لاي واحد كيساند الحق وكلمات الحق، والله يسهل عليكم والله يعاونكم. و واش نقول لكم، الله يبين الحق اش نقول. كلشي كيعرفوا الله، مادام الله سبحانه وتعالى فوق منا بصير، فهو ادرى واعرف انه واش انا ظالمه ولا ما مظلوماش. واللي مخبيين في الكواليس كيمثلوا دور الضحيه والمظلومين ربي توعن بهم، وعند الله تلتقي الخصوم، وعند الله تلتقي الخصوم. وانا وولدي خصيمه ديال واحد الناس غدا قدام الله. الدنيا فايته، الفلوس فايته، الديور فايتين. تيقول لك بني وعلي سير وخلي وسعداتك افعل الخير. غدا قدام الله غنتلاقاو، ما غنحاسب لا شحال درتي ولا عضصت، ولا نتحاسبوا على الاعمال ديالنا وعلى كلمه طيبه. لان كنشوف واحد البنت مهرسه ومضروره ومحقوره ونهاجمها نهاجمها بواحد الطريقه اللي شوف انا كنلتمس لكم عذر، ماشي مشكل، حيت نتوما كتشوفوا من وجهه النظر ديالكم وكتحكموا بالطريقه ديالكم، ماشي مشكل. الله يكون في العوان، كل واحد وكيفاش واصله الرساله والصوره ديالي. ولكن الايام غتبين لكم الصوره ديالي. ورجعوا لفيديوهاتي القدام وشوفوا كيفاش كنت كنصور، كيفاش كنت كنخدم وكنكافح بوحدي، وكيفاش كنت كنعطي غير صوره زوينه. والحمد لله غنقولها كنسطر عليها. نهار دخلت السوشيال ميديا خدت بسمعه طيبه وزوينه، وبقات لحد الان سمعه طيبه وزوينه. والدليل شوفوا لي كومونتير في اي فيديو، في اي تصوير، في اي حاجه، كلشي الحمد لله كيقولها فيا زوينه. وهذا بحد ذاته شرف ليا، شرف ليا، وبالنسبه لي بحال شهاده تشريفيه وشهاده تقديريه. الا خرجت واحد في السوشيال ميديا خليت طبع زوين، ما لحد الان واخا خرجت المشكل ديالي خرجته بطريقه زوينه، ما هاجمت، ما سبيت، ما قذفت، ما ضريت حتى شي حد، ما جبت حتى شي حد كبير في العمر، ما جبت حتى شي حد ما كيبانش. السلام عليكم.